عادي كده قبل الفيديو كده. لا ده موجود قبل الفيديو وحاسب كده قبل تحت. السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم يا رب، شهر سعيد على الامه الاسلاميه اجمعين، ويملى بيوت المسلمين كلهم بالسعاده والهنا والفرحه يا رب. جايه لكم النهارده بقى بوصفه هديه في اول الشهر، هتدعوا لي عليها ان شاء الله طول الشهر. لو بتدوروا على سحور صحي يشبعكم طول اليوم، يبقى الوصفه دي معموله مخصوص علشانكم. لو انتي بتصحي من النوم جعانه تعبانه، بيجيلك هبوط بسرعه، ما بتقدريش تعملي مهام اليوم بسرعه وانتي صايمه زي ما بتعمليها وانتي فتره، يبقى الوصفه دي معموله علشانك ولازم تجربيها. مش هتصدقيه هتعمل في جسمك ايه. اقوى سحور للطاقه وللشبع. تعالوا كده وانا بعمل الوصفه معاكم اقول لكم فوائدها ايه. اول حاجه هنا سر الوصفه بتاعتي، وهي بذور الشيا. ده بيبقى شكلها بنجيبها من عند العطار او تبقى موجوده في السوبر ماركت، فبنجيبها من مكان يكون مضمون عشان تبقى نظيفه. اهم حاجه ان انا باخد البذور الشيا بتاعتي الاول، باخد كده معلقه، معلقه ونص، معلقتين، حسب الكميه اللي انت تحبيها. فبحط عليها كده حوالي ربع كوبايه من الميه، وبقلبها كويس وتاكد ان هي كلها دخلت في الميه، واسيبها على جنب. دي اساس وسر الوصفه بتاعتنا النهارده، وده السر اللي هيشبعك طول اليوم. علشان طبعا احنا عارفين بذور الشيا وفوائدها الرهيبه اللي موجوده فيها من اوميجا 3. الجل اللي هي بتطلعه ده، حجم بذور الشيا بيتضاعف تقريبا 50 ضعف. يعني انت متخيله بتطلع كميه جيلاتين فظيعه في المعده، فبتنفش وبتملى المعده، فبتبقى مش محتاجه ان انت تاكلي كتير. فبذور الشيا هنا تعتبر هي البطل بتاع الوصفة وسر الوصفة، لان هي هتخلينا مش هنحس بالجوع لساعات طويلة، علشان هي بتنفش وبتملأ المعدة لفترة طويلة جدا، فده اللي هيساعدنا على الشبع. تاني حاجة هنستخدم معايا هنا وهو التمر. التمر بيديني طاقة طبيعية فظيعة وتغذية، وهيمديني بنسبة السكر المظبوطة اللي مش هترفع سكر الدم، بالعكس هيديني تغذية وهيمنع معايا الهبوط أثناء الصيام. هنا كده بعد ما قطعت باخد بس 3 تمرات، مش بنكتر علشان خاطر نقدر نحافظ على الوزن بتاعنا وما يزيدش خلال الصيام. كمان هستخدم في الوصفة بتاعتي هنا النهاردة موزة واحدة، والموزة دي هتديني كمان طاقة، وهتديني نسبة كويسة جدا من البوتاسيوم اللي بيحافظ على امتصاص المية وبيحافظ على ترطيب الجسم طول فترة الصيام، ومش هيخليكي تحسي بعطش وانتي صايمة. يعني موزة واحدة على السحور هتمنع معاكي العطش، واحنا الحمد لله كمان رمضان السنة دي جاي في الشتاء، فموضوع العطش ده هيبقى خفيف معانا. كمان هستخدم واحدة كده من الزبادي. يفضل ان هي طبعا زبادي يوناني، بس طبعا سعرها مش هنقدر عليه طول الشهر ان احنا نعمل للبيت كله زبادي يوناني، فيفضل ان يكون زبادي طبيعية عاملاها انت في البيت. بس انا النهاردة ما كانش عندي زبادي في البيت، فاستخدمت زبدية عادية جدا من السوبر ماركت. بنزل كده. الوصفة سهلة جدا وبسيطة. محتاجين بس علبة كده من الزبادي. طبعا اول حاجه جهزناها البذور الشيا مع الميه. هتشوفوا شكلها دلوقتي بتشرب الميه بطريقه رهيبه وبتنفش وبتبقى حجمها بيتضاعف، وكمان لما بتنزل المعده حجمها بيتضاعف اكتر. وتخيلوا دي بتنفش وبتملى المعده تماما. شايفين شكلها اللي كانت بذور كده يعني ناشفه، اتحولت معايا زي جل كده. هضيفها على الزبادي بالشكل ده. وهنا كده بقى عندي موز وتمر، بذور شيا، زبادي، معلقه كده من العسل الابيض، ورشه من القرفه. والقرفه طبعا احنا عارفين ان هي بتساعد على الحرق، وكمان هتهدي معايا لو في ناس مثلا بيجيلها مشاكل في القولون بسبب اكلها للزبادي. القرفه هتعالج معايا المشكله دي. ببدا كده احط شرايح الموز بتاعتي. تقدري تعمليها طبقات، تقدري تعمليها زي سلطه كده على بعضها، تخلطيها كلها ببعضها، حطيها باي طريقه انت عايزاها. يعني بصوا ما تلتزموش بالطريقه اللي انا مقدماها بيها. حطيها في كاسات، حطيها في بولات، حطيها في كوبايات كده صغيره، ووزعي على الولاد كلكم. مش شرط بس عشان بتعملي دايت او عايزه تحافظي على وزنك او كده، هي وصفه مغذيه جدا. طعمها كمان حلو قوي ومقبول، تغيير ان احنا ناكل الزبادي بس كده. وعلى فكره انا بعمل البوله دي انا باكلها بالعافيه، يعني انا على ما بخلصها بكون خلاص بالعافيه كده.
مش محتاجة معاها اي اكل تاني، مش محتاجة معاها اي سحور تاني. هي ده السحور بتاعي تقريبا، انا بعتمده طول شهر رمضان. انا بعتمد وصفة السحور ديت، جميلة جدا، خفيفة على المعدة، طول اليوم بتحسي بنشاط وبطاقة. والله ساعات بيجي عليا الفطار ببقى ماليش نفسي اكل. اهم حاجة هناكل السلطة دي، نشرب بعدها كوبايتين مية ببطء، يعني مش نشربهم مرة واحدة، هنشرب نص بنص كده على مدار مثلا نص ساعة كده. اهم حاجة نشرب مية بالراحة، لان بذور الشيا محتاجة مية كمان كتير علشان تنفش. انا هنا كده بقى دلعت نفسي كده بحبتين من عين الجمل او اي مكسرات عندك لو متوفر. عندك شوية رمان حطيه، عندك فراولة، عندك اي فاكهة بتحبيها هتحطيه من الفواكه اللي هي الخفيفة. نبعد عن التين المجفف بقى، ونبعد عن الحاجات التقيلة، القراصية والحاجات دي، احنا بنحط حاجات خفيفة بس. الوصفة جميلة جدا. العسل هيقوي معانا المناعة، هيديني طاقة، هيديني شبع. الوصفة تحفة كمان للبشرة للشعر. جربوها على السحور وقولوا لي رأيكم، ان شاء الله تعجبكم جدا، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات حلوة لرمضان. مستنوني، سلام.